لامين جمال لامين لامين جمال لامين جمال السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا وقناتكم جولة. سوف نرى اليوم كيف يمكن ليمين يامال أن يكون أفضل لاعب كرة قدم في العالم حاليا، وكيف قد ظهر ذلك في بطولة كأس أوروبا والتي نال فيها جائزة أفضل لاعب. بطبيعة الحال هناك جدل حول من هو الأفضل في العالم. هناك من يقول كيليان مبابي بسرعته وتسجيله للأهداف، أو إيرلينغ هالاند بقوته الجسدية والهجومية، وهناك من يفضل فينيسيوس جونيور بمهاراته ومناوراته في المراوغة. لقد وضع كل منهم بصمته في عالم كرة القدم الحديثة. وحول هذا الجدل بدأت الأسبوع تشير إلى الشاب الصاعد ذو 18 عاما المغربي الأصل لامين يامال، وقد حدث هذا لأول مرة في سن 15 عاما عندما ظهر مع نادي برشلونة أين تلقى تكوينه ليكون أصغر لاعب في تاريخ البارسا يرتدي قميص هذا النادي العريق. وبالرغم من صغر سنه آنذاك لفت الأنظار بمجريات اللعب التي كان يؤثر فيها في الحين، فبمجرد حصوله على الكرة من المفترض أن يشكل خطرا حقيقيا على مرمى الخصم ويحدث شيئا مختلفا في مسار المباراة. ومنذ ذلك الحين بدأ الجمهور يتحمس ويتساءل هل يمكن لهذا الفتى أن يتفوق على كل أبطال كرة القدم؟ فوصفه المحللون والرياضيون بأن أعماله تبشر بمستقبل زاهر، لكن وصوله إلى هذا المستوى الآن لم يكن بمجهوده الفردي، بل وجهه خبراء كرة القدم، حيث ساعده تشافي هرنانديز. وقد حظي لامين يامال بدعم العديد من اللاعبين المخضرمين، وليتعلم أيضا كيفية التعامل مع ضغوطات كرة القدم الاحترافية. قدراته وذكاؤه الكروي يميزه عن باقي اللاعبين. وفي عام 2024 جاءه التحدي الحقيقي عندما تم استدعاؤه للمشاركة في بطولة أوروبا مع المنتخب الإسباني الأول وهو فقط في 16 عاما. كان هذا أول ظهور دولي كان يحلم به. لم يعد لاعبا عاديا، بل أصبح النجم الأبرز، فقد تفوق على فرق مبابي وهالاند في هذه البطولة. وبالتالي فقد أثار الجدل والتساؤل هل هو أفضل لاعب في العالم حاليا؟ بعد فوز إسبانيا ببطولة أوروبا حصل يامال على جائزة أفضل لاعب في البطولة، وهو الآن في برشلونة بطلا ونجما رسميا يمسك به النادي بأيديه وأرجله. وأنت ما رأيك؟ هل يمين يامال بإمكانه أن يصبح أفضل لاعب في العالم؟ كانت هذه جولتنا، وإلى فيديو قادم لا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم.